العادات الصغيرة اللي احنا بنبقى مش شايفين لها تأثير ومش شايفين لها نتائج هي اللي في الآخر بتؤدي إلى إن تبقى فيه نتيجة كبيرة مبهرة بس بعد فترة. احنا لو التزمنا بالعادات الصغيرة دي على حسب خطتنا وعلى حسب أهدافنا، بعد فترة فعلا الوضع هيكون في صالحنا للأحسن وللأفضل. وده اللي بيقوله كتاب العادات الذرية، إن جودة حياتنا بتعتمد على جودة عاداتنا، وبيقول إن التحسن بنسبة 1% ممكن ما يبقاش جدير بالثناء أو حتى جدير إن أنت تاخد بالك منه وتلاحظه، بس بعد فترة بيعمل فرق كبير جدا. وبيقول إن في مرحلة معينة أنت ممكن تكون بتبتدي في العادات الإيجابية، بس المرحلة دي ما بيبقاش فيها فرق كبير في النتيجة، بتبقى شايف إن أنت عمال تعمل نتائج صغيرة 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 مش مؤثرة على النتيجة الكبيرة. هو سمى ده وادي الإحباط، وقال إن إحنا محتاجين نعدي الفترة دي لحد ما الفترة دي تخلص ونلاقي بعد كده النجاحات الكبيرة بقى ليها تأثير وواقع ملموس، لأن النجاح عملية تراكمية وأقوى النتائج فيها بيجي بشكل متأخر.